صباحكم رفيق الحريري. 14 شباط 2024 كرمال عيون الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، ووفاء لدمائه الطاهرة، لازم كل الشعب اللبناني ينزل يشارك بهيدي الذكرى الأليمة. مرق 19 سنة بعدنا لحد هلا ما في حدا تحاكم، ما في حدا تحاسب، ما حدا يجي يقنعني انه شخص واحد اللي اغتال الرئيس الشهيد المظلوم رفيق الحريري الله يرحمه. رفيق الحريري الله يرحمه كان رجل العيش المشترك، رجل العلم، رجل الإنماء والإعمار. رفيق الحريري الله يرحمه اللي كان يعني كيف بيقولوا هيدا شهيد عابر للطوائف على فكرة. رفيق الحريري شهيد لكل اللبنانية. بتمنى على جميع اللي عندهم وفاة للشهيد رفيق الحريري الله يرحمه ينزلوا يشاركوا بذكرى 14 شباط، لنقول له للشهيد رفيق الحريري انك انت ما بتموت، انت دايما بتضلك عايش فينا، عايش بقلوبنا، وشمسك ما بتغيب. بس بدي اقول له كلمة للمجرم السفاح الارهابي الديكتاتوري بشار الاسد: يمكن نحن ما قدرنا نجيبك على المحكمة الدولية، ولكن الله يحقق العدالة. بركي إن شاء الله بتحقق العدالة على إيد الثوار والأحرار الثورة بسوريا، وبيدعسوا على راسك يا مجرم يا سفاح يا إرهابي يا دكتاتور يا بشار الأسد، لأنه أنت المجرم الكبير. أنت اللي قتلت بي اللبنانية الرئيس الشهيد المظلوم رفيق الحريري. إن شاء الله بنشوف مشنقتك معلقة بنص ساحة إدلب بجبل الزاوية أيها المجرم بشار الأسد، لأنك أنت مش بس قتلت رئيسنا الشهيد رفيق الحريري، أنت قتلت كل شهداء ثورة الأرز، وأنت اغتلت لبنان بكامله أيها المجرم. لذلك بدنا نقول له للشهيد رفيق الحريري، أنا بدي أقول له، أنا سمارة رفيق الحريري بدي أقول له أنا بحبك من هلا ليوم لقائك، وحأنزل. بتمنى كل اللي بيحبوا الشهيد رفيق الحريري ينزلوا حطوا وردة على ضريح الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، هيدا الأسطورة اللي ما بيتكرر، يقرأوا له الفاتحة. وبدي أقول لك بحبك كتير رفيق الحريري، شمسك ما بتغيب. إلى اللقاء حبيبي قريبا يا رب.